النهارده معانا مسلسل المدينة البعيدة، المسلسل اللي جاب ترندات، اللي خلى الناس تقول هو احنا فين؟ احنا بنتفرج على دراما تركي ولا بنعيش في فيلم اكشن؟ يلا نخش في تفاصيل. المدينة البعيدة مش مجرد مسلسل تركي والسلام، ده مسلسل من العيار التقيل. القصة بتدور حوالين عليا، الست اللي بترجع بلد جوزها المتوفي علشان تدفنه هناك، وفجأة الدنيا بتتقلب، بتلاقي نفسها محاصرة بتقاليد قديمة، مشاكل عائلية من أيام العثمانيين، والناس كلها عايزة تفرض عليها حياتها، وهي أصلا تايهة ومش عارفة تعمل إيه. المسلسل عامل زي لعبة شطرنج، كل حلقة فيها حركة جديدة، وكل شخصية وراها سر، وكل مشهد فيه توتر. يعني لو سبت حلقة واحدة هتلاقي نفسك تايه، وكل ده متغلب بجمال الطبيعة التركية. وبالمناسبة المسلسل أصلا مقتبس من مسلسل الهيبة اللي كان بطولة تيم الحسن. المخرج هنا عامل شغل جامد جدا، زوايا التصوير بتلعب دور نفسي رهيب. يعني مثلا في مشهد المواجهه بين عليا واهل جوزها، الكاميرا كانت بتتحرك حواليهم بشكل دائري، حسيت ان انا اللي في النص. الاضاءه سواد في سواد، بس فجاه بتلاقي نور خفيف على الوش يخليك تقول ايه ده، هو لسه في امل ولا الضلمه مكمله معانا للاخر؟ حتى اللقطات الواسعه للمناطق الريفيه في ماردين خرافيه، تحس انك بتشم الهواء وبتحس بالبرد اللي داخل في العظم. السيناريست هنا الله ينور عليها، سيناريو جامد جدا، حوارات فيها عمق نفسي ومشاعر متلخبطه، كلام بسيط بس بيدوس على الجرح. يعني مثلا لما عليا تقول انا مش طالبه غير اني اعيش في سلام، تحس انك عايز تقوم تسقف لها. كمان فكره ان المسلسل بيطرح قضايا زي حقوق المراه والصراع بين التقاليد والحداثه معموله بشكل مباشر جدا. يعني مش جايين يوعظوا، دول بيورونا الواقع وانت هتستنتج بنفسك. أوزان بقى يا نجم، الراجل ده مش طبيعي، نظراته لوحدها مسلسل. سليم أنسال أدائها عبقري، فيها الحتة كده اللي تخليك تحس إنها ضعيفة بس في نفس الوقت قوية من جوه. يعني في مشهد كده في الحلقة الرابعة لما بتقول لجوزها أنا مش هقبل أكون ضحية تاني، حسيت إن دي مش تمثيل، ده اللي جواها فعلا. أما بقى اللي قامت بدور حماتها فدي بجد الشريرة اللي تحب تكرهها، هتخليك تتعصب وفي نفس الوقت تحس إنك فاهم دوافعها. التصوير هنا بقى بطل في حد ذاته، الالوان دافيه وقت الفرح وغامقه وقت التوتر، التركيز على التفاصيل رهيب، زي اللقطات القريبه على الايدين وعيون الشخصيات وحركه الخواتم بتخليك تحس ان كل تفصيله ليها معنى. بص يا معلم، المدينة البعيدة مسلسل تقيل، لو بتحب الدراما اللي فيها صراعات عائلية، حب وغموض وتشويق، يبقى لازم تحطه في القائمة بتاعتك وفورا. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة وسيب لي رأيك في الكومنتات، ولو عندك بقى مسلسل عايزني اراجعهولك ابعتهولي فورا، وما تنسوش سقراط دايما هو اللي عنده الحكاية الصح. سلام يا أبطال.